ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي مربي الأرانب في كل مكان، كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب من نجاح لنجاح وتبقوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم على حاجة مهمة جدا، بمناسبة إن إحنا رايحين للصيف، وفي ناس كتير بتغلط فيها وناس كتير ما بتعملهاش، وبتبقى إيه يعني، بتبقى شيء سيء جدا. وبيلاقي بعد الخلفة ميتة. يعني ممكن مثلا الأم جايبة 6 7، يلاقي منهم 2 ميتين، وساعتها يسأل ده ايه وده ايه السبب، وهو مش عارف اي حاجة، يقول لك انا عامل كل حاجة كويسة وكل حاجة مظبوطة. يعني دي معلومة مهمة جدا. يعني الفكرة دي جات لي وانا شغال بس في الولادات، وكان حد قاعد معايا بيتكلم معايا، فبيقول لي بيحصل لي كذا، فبقول له انت بتفرش الولادة ازاي؟ فقال لي والله ما بفرش ولا بعمل حاجة. فقلت له ده الغلط. وحبينا طبعا لما احنا بنلاقي فكرة غلط عند اي حد بنطلع نعملها فيديو للناس، علشان طبعا حضرتك تستفيد. ودايما انت عارف شعارنا حب لاخيك كما تحب لنفسك. والله يعني هو والله اللي عالم، يعني احنا برضه شعارنا لازم يكون يعني ايه، يكون حقيقة مش كلامه بس ان شاء الله. فاي مشكلة بتحصل، اي حاجة بتحصل، بننقلها لحضراتكم على طول. هو اخويا ده بيقول لي ان انا باجي في الصيف ما بفرش نشارة ولا بفرش قش ولا بفرش اي حاجه، وبسيب الولاده زي ما وريها العناوين، موري لحضرتك، عامل لك يعني نموذج. هنا ولاده هفرشها ازاي، ودي هسيبها ازاي، وقدام حضرتك انت اللي تحكم بها بنفسك. هنا الولاده ديتي اهيتي فيها الكاوتشه بتاعتها ومفيش فيها اي مشكله، كاوتشه بس اهيتي، ومش مفروشه اي حاجه. هو بيسيبها كده على وضعها كده، وبيقوم سايبها وقافلها كده، وسايب الام تتعامل مع نفسها. طبعا الام بتتعامل مع نفسها في ديتي، بتنتف الشعر. وبعدين عايز اقول لك معلومه مهمه تخلي بالك منها. هي بتحصل في حالتين: لو حضرتك جبت الولاده مثلا وحطيتها بدري قوي، للامهات، يعني الام مثلا لسه قدامها مثلا 10 ايام 12 يوم، فانت قلت اما احط الولاده بدري شويه. لما الولاده بتتحط بدري شويه، عزك الله، الام دي بتعمل الولاده دي الحمام بتاعها، فهي بتفكر ان دي الحمام بتاعها. فطبعا لما هي بتفكر ان دي الحمام بتاعها، وعزك الله تخش تتبول فيه، بعد كده ما تولدش فيه، تولد على السلك. وانت بتسأل هي ولدت على السلك ليه، وانا حاطط لها الولاده من بدري. انت حاطط لها الولاده من بدري بس بطريقه خطا. يعني انت تيجي قبل ما الام هتولد ب5 ايام حلوين، اول 5 ايام تبدا تحط الام وتفرشها على طول، علشان تقول للام ان دي الفرشه اللي انت هتولدي عليها، او ده المكان. دي رقم واحد. طيب انا لما بحطها في الميعاد المظبوط، اللي هو ال5 ايام، وما فرش لهاش قش ولا فرش لها نشاره ولا نشاره قش ولا اي حاجه، واسيبها كده، برضو الام ممكن تفكر ان ديتي الحمام بتاعها، وتخش على طول تتبول فيه. وطبعا لو اتبولت هنا الارنب، انا عايز تخلي بالك من موضوع، يعني من موضوع تركز معاه كده. الارنب لو اتبول في مكان بيفضل يتبول فيه على طول. يعني الارنب من الكائنات النظيفه ومن الحاجات النظيفه. بيعمل ركن في العين كده، تلاقيه دايما بيعمل ركن في العين يتبول فيه. ما يعملش ركن واثنين وثلاثة، هو ركن واحد بس. ساعات بيجي جنب العلافة كده وبيختار المكان ده. فبرضه انت برضه هبقول لك دي في الفيديو، يعني في فيديو جاي ان شاء الله تستفيد ازاي وتفاديها ازاي. فانت لما هو بيختار الولادة ديت يتبول فيها، ما عادش هيولد فيها، يبقى هيولد لك على السلك، وانت ما انتش عارف ايه السبب. السبب ان انا حطيت الولادة ديت وقلت احنا في الصيف، الكلام ده عشان الصيف برضو، واحنا داخلين على الصيف. الصيف والدنيا حر، فانا لو حطيت له قش فهيبقى غلط ومش هيبقى مظبوط. وطبعا القش هيحرر الولده، ولو حطيت نشاره، النشاره هتحرر الولده. لا ابدا، انت بتحط بس كل القضيه في الصيف بتحط بقدر معين، بتزود شويه في الشتاء قصدي، علشان تدفي وهي تشتغل شغل كويس. وفي الصيف بتخف. انما لازم الفرشه، ركز معايا. يبقى الولاده اللي زي دي بالنموذج اللي انا وريته لحضرتك ده كده خطأ. يبقى انت عشان برضه حضرتك تبقى مركز معايا. طبعا دي مش معلومه تفرش الولاده ازاي، دي معلومه ان انت تتعامل ازاي. طبعا شايف ديت حته مشمعه اهيتي من اللي احنا بنعملها تحت، اللي هي بنعملها للصرف، تمام. قصصها انا وموضبها كويس جدا، وبفرشها هنا اهو تمام كده. بفرشها كده زي ما انت شايف اهو، علشان ما تنزليش القش والدنيا اهو. وبحط فوقها الكاوتشه، طبعا كلنا عارفين ديتي، وبحط فوقها الكاوتشه كده بالظبط. وباجي طبعا احرق. بسم الله، ثانيه واحده كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبحرق اهوتي ماشي فل كده شويه، بحرق الكاوتشه كده وبحرق الاركان بتاعت الايه، انا حارقها قبل كده بس بشرح لحضرتك كده تمام. وبحرق الولاده كويس كده، انا برضو بقول لحضرتك انا حارقها يعني، بس بديك ايه تتعامل ازاي عشان اخويا المبتدئ برضو يبقى مركز. ده تبن قش اهوتي، مش نشاره ولا حاجه، ده تبن قش اهو. تبن قش اهوتي، قش رز طبعا كلكم عارفينه. وباجي بحط شويه زي دول كده تمام اهو كده. انت عرفت المشمع اللي انا بحطه هنا ليه؟ المشمع اللي انا وريته لك عرفت انت بحطه هنا ليه؟ عشان النشاره ديت، النشاره او التبن القش ده ما يقعش على الارض، يبقى تحت من هنا مقفول تمام، ما يقعش على الارض. انما لو حطيت هنا تبن او نشاره او اي حاجه هيقع مني على الارض وهيبهدل لي الارض. والام اعزك الله لما تتبول وعيالها او عيالها يكبروا شويه يبداوا يتبولوا، هتلاقي تحت الولاده من هنا مشكله كبيره، وهتلاقي ميه والدنيا هتبقى مش كويسه وهتطلع لك امونيا والكلام ده. هوري لحضرتك بقى نتيجه بعد ما بنفرش كده والام بتولد، هوري لحضرتك النتيجه بتبقى عامله ازاي. الام لما تحط لها القش ده او النشاره ده، الام بطبيعتها بتحب تخش تفحر وتامن قوي على عيالها، وتحاول ساعات تلاقيها الولاده بتبقى عامله كده وتسمع ام بتفحر بايديها ورجلها في البلاستيك ده، هي دي عادتها وده طبعها، عايزه تفحر وتحط ولادها في حته امينه وتحافظ عليهم. لما يبقى عندها القش بتفحر في وسط القش ده او النشاره او القش السليم، بتفحر فيه كويس وبتحط عيالها وتامن عليهم كويس. وهوريك هنا في الولاده الثانيه هي عامله ازاي. اهو بص هنا حضرتك بقى هي عامله هنا ازاي اهو، ملخبطه القش على الشعر اهو، عشان بس يبان لك في الفيديو اهو ملخبطاه ازاي، يعني نازجاه في بعض. وشوف سبحان الله، هي دي بقى ديت عملته كده ودفت وعملت الخلفه ازاي اهو قدام حضرتك. الخلفه اهي بسم الله ما شاء الله اهي تمام. طبعا هي كده بتشتغل بالطبيعه اللي ربنا خلقها عليها، بتشتغل وتفحر وتأمن وكده، بتبقى حاسه بالامان على عيالها وبتبقى محافظه عليهم والامور بتبقى كويسه جدا. يبقى انا عايز حضرتك تركز معايا في الفيديو ده. انا ما بشرحلكش انا بفرش الولاده ازاي، لان عامله لك في فيديو قبل كده. انا بشرح لحضرتك ان انت لو ركبت الولاده بدري، الام عزك الله رقم واحد لو ركبتها بدري عن ميعادها، الام بتفكرها الحمام بتاعها وبتتبول فيها وتولد لك على السلك. ودي معلومه تستفيد منها حضرتك في الفيديو. المعلومه الثانيه ان حضرتك لو ما فرشتش الولاده، لو حطيتها في ميعادها وما فرشتش الولاده وقلت علشان الصيف وعلشان انا ساعات بخف من فوقها الشعر والكلام ده، علشان الصيف يبقى انا ما فرش، تبقى برضو ده هتفكر ان ده الولاده هي عزك الله الحمام بتاعها وتولد لك على السلك، وانت تسال هي ولدت على السلك ليه. سعيد جدا اما بشوف تعليقات حضراتكم. بشكر كل الناس اللي بتعمل لي لايكات، بشكر كل الناس اللي بتعلق لي على القناه، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بشكر كل اللي متابعيني وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امر الجميع. اي حاجه يكتب لي التعليق وانا ارد عليه. رقمي موجود على القناه وتحت امرك ل 24 ساعه. انا ببقى سعيد جدا ان حسيت ان حد استفيد من معلومه احنا عاملينها، ببقى سعيد جدا والله، لان احنا بنبتغي يعني الكلام ده بنبتغيه عند ربنا سبحانه وتعالى. يا رب كل الناس تبقى في احسن حال. شرفتوني ونورتوني على قناه آل حسان وفي مزرعه اخوكم محمد حسان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.